قال درويش: كيف نشفى من حب تونس الذي فينا مجرى النفس؟ لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نره في أي مكان آخر. قال ياسر عرفات: إذا ضاقت بكم السبل فاذهبوا إلى تونس ففيها أناس يعشقون فلسطين. فإلى من يعشق فلسطين؟ ضيفتنا اليوم تميزت رحلتها المهنية بالقيادة والريادة، فهي أستاذة جامعية لأكثر من 25 سنة في مجال المحاسبة والحوكمة، وإحدى الشركاء المؤسسين لإير إمباكت، وواحدة من كبار مستشاري الأعمال والأكاديميين النساء في الوطن العربي والعالم، وهي أيضاً متحدثة خبيرة في مستقبل النظم البيئية للتعلم ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار. الأستاذة الدكتورة نهار شبراك من تونس الخضراء الفرنسية الجنسية والمقيمة حالياً في الإمارات العربية. أهلا وسهلا فيك معنا في طائر الفينيق بودكاست. أهلا وسهلا شكرا. دكتورة. أهلين، عسلامة بالتونسي. عسلامة بالتونسي، وبدنا نبدأ بالتونسي كمان، أهلنا وحبايبنا أكيد. يعني دكتورة شرفتينا جدا. احنا صدقا شاهدنا خلال حرب الاحتلال المتصاعدة على غزة الاستهداف المتعمد والتصفية الجسدية لكوكبة من الشخصيات العلمية والأكاديمية والنخب الفلسطينية والعدوان المتعمد للجامعات والمؤسسات الأكاديمية. دكتورة، كونك أكاديمية، ما قولك جراء ذلك؟ أول شيء أنا حابة أشكر مركز حزيب الصباغ والدكتورة ميس عواد على الدعوة، وأنا كثير يعني أتشرف أني أكون معكم اليوم. وكوني أنا أكاديمية، طبعا الكلام اللي أنت حكيتيه طبعا هو هذا شيء غير مش جديد. يعني الاستهداف الممنهج للعقول والمؤسسات التعليمية هي استراتيجية، ويعني طبعا الهدف منها هو تدمير يعني وإضعاف البنية التحتية الفكرية والثقافية لأي شعب اللي هو يعني يستمد منها يعني مكونات الصمود والوجود. يعني أنا كأكاديمية أن أرى أن هذه الأعمال يعني مش بس هي خسارة للشعب الفلسطيني، بس هي كمان خسارة للإنسانية جماعة، ويجب أن يعني نندد بهذه يعني الممارسات، لأنها قبل كل شيء تستهدف الإنسان طبعا. وهناك العديد من الأمثلة يعني لممارسات يعني عبر التاريخ. يعني مثلا أعطيك مثال، ثورة ثقافية في الصين لما ماو تسي تونغ في سنة 66 وعلى مدة 10 سنوات حتى موته، يعني كانت في يعني نوع من الثورة الثقافية اللي هي يعني كانت تهدف للحفاظ على الإيديولوجيا الشيوعية، ومن خلالها يعني استهدف كل شخص مفكر معلم مثقف. ويعني تم إغلاق جامعات، تعطيل نظام التعليم، يعني كان هجوم على النخبة الفكرية. وطبعا يعني الهدف كان تشكيل يعني قواعد ثقافية وفرض ما يسمى بالنقاء الإيديولوجي. أوكي. وكانت كمان هناك يعني أمثلة أخرى، مثلا مع نظام الخمير الحمر في كمبوديا بقيادة بول بوت، كان عنده يعني حملة ممنهجة كمان للقضاء على المثقفين والمهنيين في السبعينيات، وأي شخص كان ينظر إليه على أنه متعلم، حتى يعني كل الناس اللي كانوا يرتدون النظارات يعني كانوا بهذه مستهدفين الصورة، نعم. مستهدفين لأنه يعني كانوا يمثلون يعني تهديد للإيديولوجيا اللي كانوا ينادون بها. وطبعا يعني العديد من الناس من الطبقة المتعلمة يعني ودمرت الحياة الفكرية والثقافية في البلاد. إذن يعني لما يكون هناك يعني احتلال، ولما يكون هناك يعني محاولة طمس هوية المجتمع، يعني يكون الأكاديمي والمفكر والمثقف يعني هدف لقوى الاحتلال.
مهم. وطبعا هو قتل المفكر هو يعتبر نوع من أنواع قتل الوجود، أو قتل الوجود الفلسطيني، أو الوجود اللي بيستهدف الاحتلال إنه يدمره. لكن دكتورة، في كل مجال في لكل شخص دوره، خصوصا في الحرب لقينا إنه لكل شخص دور. برأيك شو مدى الدور اللي لازم يكون في الأكاديمي أو الرياديين والعلماء والمؤثرين كمان في تسليط الضوء على الأحداث وعلى الشيء اللي عماله بيجري في غزة، وعلى توثيق السردية الفلسطينية؟ طبعا يعني الأكاديميون هم يعني معروفون بالنزاهة والاستقلالية، يعني امم. في التفكير، وهذا يعني يمثل خطر طبعا. نحن كأكاديميين ومفكرين دورنا يعني دور هام لبناء الوعي الفردي والجماعي، وهذا مهم جدا لدعم الصمود والإبداع في يعني خلال الحرب وبعد الحرب. امم. أول شيء يعني نحن نتجاوز نقل الحقائق، هذه مهمة يعني شريحة أخرى صحيح. في المجتمع. يعني مهمتنا هو إبراز السرديات الحقيقية، امم. تحليل الأحداث بعمق لفهم الأصول والتداعيات، امم. وخاصة في ظل انتشار المعلومات المضللة. يعني الدور الأكاديمي والمفكر يصبح دور يعني أكثر أهمية، لأنه لازم أنه نتحقق من الحقائق، لازم أنه نوفر مصدر موثوق للمعلومات، ويكون يعني هناك توثيق لما يحدث خلال الحروب، لأنه هذه المعلومات تكون ضرورية للمحاسبة والعدالة المستقبلية. من خلال فلذلك ماذا دكتورة؟ طبعا يعني تسجيل شهادات، امم. أحداث، أضرار، يعني كل هذا مهم جدا يعني في المستقبل المطالبة بالحقوق، وخاصة للتفكير وتجنب تكرار الأخطاء. يعني نقدر نعتبره هذا هذا كله تحت مصطلح توثيق الحقيقة. الأكاديمي أهم ما يجب أن يقوم فيه هو التاريخ توثيق الحقيقة والتاريخ. طبعا. مهم. ودور الأكاديميين كذلك هو تحضير ما بعد هذه الفترة، لأنه لازم إعادة بناء المجتمع، لازم إعادة بناء الاقتصاد، صحيح. لازم إعادة بناء الإنسان، لأنه الناس يعني يعني اليوم عايشين يعني شيء خرافي، يعني لازم نساعدهم على تجاوز الصدمات، صحيح. البدء من جديد. يعني دورنا أزمات كذلك قوية. هو طبعا دورنا هو كذلك يعني تعزيز الفهم والتعاطف، ويعني المساهمة في أعطائهم الأمل في البقاء وللعيش في المستقبل في سلام. يعني مثال على ذلك يعني ما واجهته رواندا في عام 94، لما يعني كانت هناك مهمة ضخمة لإعادة بناء أمة ومجتمع محطم. طبعا يعني الأكاديميين كان عندهم دور مهم في هذه المرحلة، وكان يعني تعاون ما بين العلماء في رواندا والدوليين لدراسة يعني الإبادة الجماعية، فهم جذورها، تعليم الجيل القادم لمنع مثل هذه الفظائع، يعني تعديل وتطوير مناهج التعليم لتعزيز السلام، الوحدة والمصالحة الوطنية قبل بعد يعني هذه الأحداث. كانت هناك أبحاث أكاديمية اللي يعني استعملت في الإصلاحات السياسية، في عمليات العدالة الانتقالية. يعني هذا اللي من شأنه الذهاب بالمجتمع نحو ما هو أحسن ما بعد الصدمات الكبيرة. بالضبط. وكذلك يعني خلق بيئة جديدة يعني للتطور الاقتصادي والتحديث.
أوكي. يعني مم. أنا مثلا أنا يعني من ال الأشياء اللي أنا أعتز وأفتخر أنه أنا يعني اشتغلت فيها هي يعني مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين آه، في مرحلة ما بعد الحروب، يعني يكون عندهم دور أساسي ومحرك لإعادة بناء المجتمع حلو. وتحفيز مم. التنمية الاقتصادية. ولما يعني للتحفيز يعني لازم نبني نظم ابتكار وريادة أعمال، مش بس لأنه هذا مهم للتنمية مم. الاقتصادية، لكن هناك يعني من خلال هذا العمل نجمع الناس نحو هدف مشترك ونعطيهم أمل ويعني نبعدهم عن الإحباط اللي ممكن يكون ما بعد بالضبط. الحرب. بالضبط، لأنه مم. التفكير الريادي هو أداة قوية بعد الحرب، ليس فقط للتعافي الاقتصادي كما حكيت، بس كمان يعني لأنه مهم لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وبناء الأمل وإعادة الأمل للفرد. مم. وكذلك يعني في رواندا استعملوا نفس الشيء، يعني حطوا استراتيجية كاملة للتنمية لمساعدة رواد الأعمال في مختلف القطاعات وتحفيز روح المبادرة، تبني التكنولوجيا، وطبعا هذا أثر كذلك على مم. اقتصاد رواندا. يعني كل هذه الأشياء يعني مهمة يعني خلال الحرب وبعد الحرب. أكيد، وإن شاء الله إنه إحنا نصل لحتى نركز إن على هذه شاء الله. النقاط في الأيام إن اللي شاء الله. قادمة، وبتكون أقرب ما يكون لإلنا. وأكيد دور مثل ما تفضلت الأكاديمي المثقف هو دوره عظيم خلال الحرب وما بعد الحرب. لكن دكتورة، الأحداث اللي مضت واللي عمالها بتصير أثرت على العالم ككل، والعالم كله شاهد مدى عظم تضامن الشعب التونسي اللي مش لأول مرة بصير مع الشعب الفلسطيني. سمعنا كمان عن تأثر دكتور نهال بالأحداث. صحيح. فكيف ممكن توصفي لنا وقع وهول الأحداث عليكي، خصوصا إنه أنت حضرتك درستي دكتورة مساقات لطلبة فلسطينيين، يعني على تواصل مباشر مع الطلبة صحيح. الفلسطينيين. صحيح، وأنا أفتخر بهذه التجربة ويعني إن شاء الله يعني أنه أواصل يعني أنه أدرس وأكون دائما على تواصل مع الطلبة والمجتمع الفلسطيني. وكذلك يعني عندي كثير طلبة كانوا يعني فلسطينيين اللي من خلال تجربتي على مدى السنين الماضية الأحداث الأخيرة أنا يعني أثرت فيها بعمق. يعني مم. يعني أول شيء الألم، يعني أنه تكون يعني تكون عندك تواصل مباشر مع الأشخاص يكون مختلف أنك تقرأ أو تسمع، يعني تشعر بالألم، تشعر معهم بالألم، بس في نفس الوقت القوة. يعني أنا شاهدت القوة الهائلة والإرادة والتصميم عند يعني طلبتي وعند يعني كل هدول الفلسطينيين اللي أنا كنت يعني بحكي معهم في الفترة الأخيرة. يعني فعلا هذا يعني يحدث فرق حقيقي، مم. لأنه هذا هو الصمود، وهذا هو ال 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 أهم شيء في البقاء. طبعا شعرتي دكتورة إنه لأنه كنت أنت على تواصل مع الطلبة بشكل مباشر، كان لهذا الشيء وقع خاص دونا عن مثلا طبعا. ممكن الأكاديميين أو المفكرين اللي كانوا من بعيد؟ طبعا. مم. طبعا أهم شيء يعني أنه يعني لا يعني أنا حسيت أنه أهم شيء هو أنه يجب أن لا نفقد إنسانيتنا وقيمنا. يعني لازم نظل ملتزمين بقول الحقيقة وإدانة الخطأ طبعا. من جميع الجوانب ومن جميع الجهات. لازم نحافظ على وضوح الرؤية، لازم يعني نواصل السير قدما. إن شاء الله. لازم يعني نكون دائما يعني مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية يعني قدامنا، هي يعني الشيء اللي بيدلنا في أعمالنا في كل شيء يعني بنعمله. وطبعا يعني
يعني أنا كأستاذة بس يعني طلبتِ لقنوني درس في الصبر، ويعني أنا بافتخر إنه يعني كنت معهم وتعلمت منهم كتير. كل الاحترام. وما شاهدناه وما رأيناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كأناس عايشين برا فلسطين، الأكيد أنه شاهدوا من خلال هذه الفيديوهات العديد من الدروس دكتورة، أو الصفات الجبارة لأهل غزة. شو أكتر شيء لفت انتباه؟ أكثر شيء أولا تلاحمهم، مم. إبداعهم في الصمود، إصرارهم على العيش، على البقاء. أنا بالنسبة لي هذه يعني مصدر إلهام للبشرية كلها يعني، ويعني من الأشياء المهمة اللي شفتها قناعتهم مم. وشكرهم لله على كل شيء، توكلهم عليه في أحلك الظروف. يعني هم يواجهون دمار، يعني أكثر من 70% من المنازل في غزة يعني هدمت، يعني كل ظروف العيش الكريم يعني تلاشت. هم يعني يكافحون الجوع، المرض، وهم شاكرون لله. يعني هذا الإيمان والرضا ما شفته أنا. يعني هذا درس قيم في القناعة والشكر. يعني أنا كثير بشوف أنا نفسي يعني مم. آه. بنتذمر يعني ما قادرين أنه نشوف النعم مم. المحيطة بينا، ما قادرين نشعر بالرضا. يعني لما واحد يشوف أهل غزة كيف يعني إيمانهم قوي وشكرهم يعني لله، هذا يعطينا درس ويعطينا مم. ويقوينا يعني. بقيس الشيء على نفسه. كل من يشاهد ما يحصل في غزة ويرى صمودهم وجبروتهم بحاول يقيس الشيء على نفسه، وهذا الشيء ممكن حضرتك لمستيه دكتورة. صحيح. يعني دكتورة، بعد كل هذا والشيء العظيم اللي تفضلت فيه، شو بتقول دكتورة نهال للشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني خاصة والشباب العربي بشكل عام؟ أنا من خلال مسيرتي اشتغلت كثير مع الشباب يعني في العالم وفي العالم العربي مم. خاصة. وعندي رسالة آه، تحمل روح العزم والأمل والتميز. أوكي. آه، بالنسبة لي الشباب هم قادة الغد، هم بناة المستقبل. والأهم شيء لازم يعرفوه هو أنه التغيير أو قوة التغيير تكمن في القلوب والعقول. طبعا. الظروف يعني تمر، ممكن تكون قاسية، بس هي الظروف لا يجب أن يعني تحد من طموحات الشباب ولا من إيمانهم بقدرتهم على صنع الفارق. كلمتي لهم هو أنه لازم يعني أنهم يبنوا على تراثهم الغني، يستلهموا من قصص نجاحهم، النجاح الموجود في العالم العربي، على أن يعملوا بإخلاص بشغف ليؤسسوا للمستقبل، على أن ينظروا للتميز والريادة كأمور يعني ممكنة. لأنه بعرف أنه كثير من الشباب يعني بيتصوروا أنه هذا مستحيل. لا، هو يعني ممكن. ممكن. مم. كل واحد قادر على أنه يحدث تأثير وإضافة قيمة للبشرية، كل إنسان. طبعا. النجاح ليس حكر على أحد، النجاح ينبع من الإصرار والعمل الجاد والتميز. كلمتي كمان للشباب هو أنه لازم يعرفوا كيف يخاطبوا الإنسانية والآخرين، وكيف لازم أنهم يعني يكون عندهم تأثير في الآخرين من خلال يعني سرد قصصهم بطريقة تلامس القلوب. لحتى يكون عندهم قوة في التأثير. بالضبط. مهم. لازم قوة التأثير، ولذلك يعني لازم أنهم يستخدموا التراث، الثقافة، التميز كأدوات للتعبير عن الهوية وعن الصوت. وهذا الصمود ليس فقط يعني يعني هو طبعا يعني نوع من أنواع الصمود، أكيد. ويمكنهم من أنهم يعني يكتشفوا قدراتهم. ولازم أنه يكون عندهم
رؤية واضحة وأهداف ثابتة، وقيم، قيم يعني أهم مهمة شيء. جدا طبعا. طبعا. ولما تكون عندك الرؤية الواضحة والأهداف الثابتة والقيم، بعدين يعني ممكن أنك تغير من الطرق، ممكن أنك تتكيف مع الظروف، لازم تكون مرن وتتحول، لأنه بهذه الطريقة تقدر أنك يعني تخاطب الآخر، تقدر أنك تؤثر على الآخر، وتقدر تصنع النجاح. إن شاء الله. يعني طبعا كذلك يعني إن شاء الله أنه الأمل والمستقبل يعني يكون أحسن إن شاء الله. وإن شاء الله أنه يعني الشباب رح يعملوا التغيير الإيجابي ويرسموا مستقبل أكثر إشراق، وإن شاء الله يعني تكون رحلتهم يعني ملهمة، وتكون يعني أعمالهم نتائجها مباركة. بإذن الله. وكما يعني نعرف طائر الفينيق هو يولد من رماده ويتجدد ويكون أقوى. وطبعا الشعب الفلسطيني والشعب العربي عموما رح نكون نحن في حال أفضل عندما يكون عندنا هاي التفكير، طريقة التفكير، وعندما ينجز كل واحد منا ما عليه بإتقان والصدق وتفاني. ما نقول إن شاء الله أنه ربنا بيكون مع هذا الشعب على حمل هذه الأيام اللي عمالها بتمضى. نصائح صدقا تفضلت فيها دكتورة تكتب من ذهب. احنا شاكرين لحضرتك وشاكرين على كل ما تفضلت فيه. على أن يكون لنا لقاء إن شاء الله للحديث عن كيف بيكون دور الأكاديمي ما بعد الحرب في إعمار هالبلد وفي العودة إلى ما هو أفضل بإذن الله. هذا ما نأمله. إن شاء الله إن شاء الله أخت هبة، وهذا إن شاء الله يكون في القريب إن شاء الله. العاجل. إن شاء الله. إن شاء بيحكوا الله. في ختام اللقاء برضو على السلامة. بسلامة. بسلامة. شكرا لحضرتك وشرفتينا جدا دكتور نهال شبراك من تونس الخضراء الفرنسية الجنسية. شكرا لحضرتك، يسعد أوقاتك. الله يخليك أخت هبة، مع السلامة.